بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وحشوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. هنسمي بسم الله ونخش على الفيديو الجديد بتاعنا. فيديو برضو كله يعني طاقه برضو حماس ونشاط، وحبيت ان انا ابداه معاكم بالمنظر التحفه ده والجو الجميل ده والجو في اليوم ده. عايزه اقول لكم كان اكنه صيف، روايح الصيف يعني كده. ما شاء الله كان يوم دفى والشمس طالعه وكان جو جميل، ولا اكننا في الشتاء. سموا بسم الله بقى وكملوا معايا الفيديو كده حتى ولو نصه، ما تطلعوش من الفيديو. وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. واتمنى لو انت جديده واول مره تدخلي عندي، اهلا وسهلا بيكي. يا ريت تشتركي في قناتي وتدعميني وتشجعيني بتعليقك الحلو ودعوه حلوه من قلوبكم. واللايك اهم حاجه. اللايك بالله عليكم ما تنسوا اللايك. اللايك مش هيأثر معاكم في اي حاجه خالص، لما تضغطي بصبعك بس كده لايك. آه بالعكس انا هجيلك وهردهولك، وغيري برضه هيجيلك وهيردهولك. فيا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك بالقناه وشير للفيديو فضلا وليس امرا. يا ريت تشيرونا الفيديو كده عندكم، لو عندكم منتدى، اللي عنده منتدى شير للفيديو عنده عشان يوصل لكل اخواتكم وحبايبكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا بدأت معاكم الفيديو منين؟ من قلب الارض والخضرة والزرع، عشان تديكوا طاقة كده وحماس ونشاط. انا طبعا كنت رايحة في اليوم ده عند والدتي، هي جنب مني واحنا يعتبر قاعدين جنب بعض وقريبين من بعض. فلقيت مرات اخويا بقى نزلت تجيب خبيزة، هيطبخوا خبيزة اللي انتوا شايفينها اللي متقطفة دي، واللي انا كنت بقطعها من قلب الارض دي الخبيزة. مش عايزه اقول لكم اللي قاعده قدامكم ديت مين؟ دي جوحه الصغيره بنت اخويا، اسمها نجاح يعني، اخت همسه. اللي عارف همسه اللي كانت قاعده بتذاكر دلوقتي في الكتاب وبتحفظ الكلمات، وحاطه الشال على راسها من الشمس، وقاعده بتشمس بقى جنب والدتها كده، وهي بتقطف الخبيزه، يعني حشت الخبيزه من قلب الارض اللي فيها البرسيم دي، وفي نفس الوقت قعدت تقطفها، وكانت واخده معاها التوم كمان تقشره. ده التوم كانوا يحطوه على الخبيزه برضو. فانا بصراحه يعني ايه، لقيت المنظر حلو قلت اخد لكم لقطتين واوريكم شكل الخبيزه عشان الناس اللي مش عارفينها ومش عارفين شكلها. المهم بقى ايه، قعدت معاها كملنا تقطيف بقيه الخبيزه. قامت هي حشت كمان حبه، جابت كمان حبه حشيتهم كده من قلب الارض وايه، وقعدنا بقى ايه سوا مع بعض نقطف الخبيزه، وقشرت لها الثوم، واحنا قاعدين نفس المكان اللي شفتوه ده كده. ما قمناش ولا اتحركنا ولا طلعنا الا لما ايه خلصنا تقطيف الخبيزه وقشرنا الثوم وخلصنا. المهم ان ايه، لقيت ان انا ايه عشان استنى الخبيزه لما تنطبخ وتخلص، وكنت عايزه ان انا اصورها لكم وهي بتعملها واوريكم طريقتها. انا صورتها في فيديو معاكم قبل كده، بس ده بقاله يعني فتره كبيره قوي قوي، يعني ورا خالص في الفيديوهات، من ورا خالص. فان شاء الله باذن الله هصورها لكم، عشان كان في ناس طلبتها مني من فتره برضو طريقه الخبيزه. بس انا بصراحه يعني وقتي ما كانش ملكي ان انا اقعد عند والدتي لحد ما يخلصوا الخبيزه، واقعد اصور وكده واستنى لما تخلص واوريها لكم خطوه بخطوه. فبصراحه سبتها تعملها ومشيت بقى، روحت عشان اعمل اكل لاولادي. هنا كان عندي نص كيلو لحمه، وكان سمين، ما كانش يعني ايه اللي هو احمر، او كان فيه حتت دهن كتير. عايزه اقول لكم ان اللحمه دي بقالها كتير قوي قوي ما دخلتش عندنا، والحمد لله ان هي دخلت يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا نص كيلو عشان ان انا اسلقه او اسويه كده جنب اي طبيخ او اي اكله مش هيعمل اي حاجه ومش هيكفي. طب هعمل ايه؟ فكرت ان انا اعمله كباب حله. قلت اعمله ببصل كده وثوم وفلفل اخضر وكده يعني.
فبعد ما قطعتها مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده، وقشرت حوالي راس توم، وقدحتها الاول لما اصفرت كده، ورحت نازله عليها باللحمه. يعني حطيت حوالي معلقتين زيت، ما كترتش من الزيت عشان اللحمه فيها دهن كتير. ورحت نازله بعد التوم ما اصفر صفار بسيط خالص، ما خلتوش ان هو يصفر قوي، ورحت نازله على اللحمه تشويحه بقى في قلب التوم كده زي ما انتم شايفين لما لونها اتغير. وكمان بصوا بقى اللي نزل منها ده الصوص بتاعها، ده الصوص بتاع اللحمه، ده بيبقى جميل، ده بيبقى احلى من اللحمه ذات نفسها. يعني انت ممكن تسيبي اللحمه وتغمسي من الصوص اللي نازل من اللحمه ده. هنا بحط التوابل بقى، فلفل اسمر وكزبره كمون، بصي التوابل اللي انت حابه حطيها. ده كان التوابل يعني مشكله على بعضها كده. وده ورق لوري. وهديت بقى عليها النار خالص وسبتها تاخد وتدي مع نفسها. هي الصراحه كانت صغيره ما خدتش وقت في التسويه. عايزه اقول لكم ان انا ما عملتهاش في الاخر، ما عملتهاش كباب حله. يعني انا وصلت لحد مرحله ديت لحد ما حطيت البصل والفلفل ده، بصلتين كده عملتهم برضو شرايح زي ما انتم شايفين كده، وفلفل اخضر على شطه وزي ما انتم شايفين كده. وبعد ما خلصت ببص للحتين اللحمه والبصل والبتاع، لقيتهم حبه صغيرين مش هيكفوا خالص، وانا مش عامله جنبهم اي حاجه خالص. طيب اعمل ايه واتصرف ازاي في الوقت ده؟ دول عشان افرغ لكل عيل كبشه كده او معلقتين في طبق مش هيعملوا له حاجه. وبصراحه ما كانش عندي غيرها، هي دي اللي كانت عندي. اعمل ايه اسوي ايه؟ كل ده قسما بالله بعد ما غطيت عليهم. بصوا بقى، يعني بعد ما حطيت البصله كده كنت نسيت احط العود القرفه ده، حطيته في الاخر. قسما بالله بعد زي ما بقول لكم كده، يعني شيء الهي بقى كده خلى دماغي تشتغل. اعمل ايه اسوي ايه؟ قعدت ادعبس في الدرج بتاع التربو كده. لقيت كيس مكرونه، هتشوفوا دلوقتي اللي انا كنت هعملها كباب حله. لقيتها طبعا مش هتكفي، زي ما انتم شايفين شويه صغيرين مش هيعشوا حد خالص ولا هياكلوا حد. طب اعمل ايه اسوي ايه؟ رحت قعدت ادعبس وادور، قلت لا انا هشوف اي حاجه كده، لو ما لقيتش مكرونه هشيع اجيب مكرونه واقلبها مكرونه مبكبكه. اكيد عارفينها يعني، وانا عملتها معاكم كتير قوي في القناه بالفراخ وباللحمه اكتر من مره. بصوا بقى بعد ما سبتها شويه كده البصل والفلفل على وشها من غير ما اقلبها، وبعدين بعدها بيجي حوالي يعني 3 دقايق 4 دقايق كده، رحت كشف الغطا وقلبتها، وكنت باخد حته اشوفها لقيتها استوت. بوريكم شكلها يعني. هنا حطيت مكعب مرق الدجاج اهو، وولحت على البراد. لما قررت بقى، لما لقيت الكيس المكرونه وقررت ان انا هفضي كيس المكرونه عليها واقلبها مبكبكه او مبكبكه زي ما بيسموها. رحت مولعه على البراد على العين التانية بميه تغلي، لان لازم ازيدها بميه مغليه. وهنا كنت بحط الملح بقى اخر حاجه، ما حطيتش الملح في الاول. جبت كيس المكرونه ورحت مفضياه عليها. يعني زي ما بيقولوا كده بيقولك الجيش بيقولك اتصرف. انا شايفه ان الاكله دي مش هتكفي ولادي، وفي نفس الوقت يعني هي حلوه وكل حاجه، فانا طبعا ممكن اشغل دماغي بقى وافكر ازودها اي حاجه في نفس الوقت يبقوا ياكلوا ويشبعوا، وفي نفس الوقت تكون اكله حلوه وطعمها حلو. حطيت بقى نص معلقه كركم برضو عشان خاطر اللون وكده. ادي كيس المكرونه، قسما بالله هو ده اللي كان عندي ساعتها. طلعته وقلت حلو، قلم اي حاجه الموجوده عندي. مع ان انا ما كنتش يعني، انا لو ناويه على المكرونه المبكبكه وناويه ان انا اعمل الاكله ديت على بعضها كده، ما كنتش عملت في الحله الصغيره دي.
لان انا كنت بادئه في الحله الصغيره دي على اساس هعمل اللحمه بس بالبصل والفلفل وبس. بس لما لقيتها ان هي مش هتكفي ومش هتعمل حاجه، وبصراحه كل يوم حيره في الاكل، حيره. يعني انا كنت بقول لكم ان انا بعمل اللحمه دي كنا وقت متاخر خالص وتفكير بقى. انا عن نفسي كنت ناويه ان انا هاكل خبيزه، وعامله حسابي ان انا هاكل خبيزه انا وجوزي. يعني انا وجوزي اللي بنحب الخبيزه، وكنت عامله حسابي على كده. بس ولادي مش بيحبوا الخبيزه ولا بيرضوا ياكلوها. فانا قلت لمرات اخويا اعملي الخبيزه وجهزي وكده، وما تخلصي هبقى اجي اخد ايه حبه ليا وكده. فطبعا مش هيعملوا حاجه ومش هيكفوا. انا كل همي ان حامله هم العيال مش هيرضوا ياكلوا خبيز. فبقيت عماله يعني افكر بقى اعمل اكل ايه وكده. ففكرت والحمد لله عملت لهم اكله حلوه وعجبتهم بألف هنا وشفا. بصوا الحله ضيقه، اصلا ضيقه خالص، لاني ما كنتش عامله حسابي خالص ان انا هعمل كده. بس قلت بقى لسه هرجع افضي في حله تاني اكبر من كده. قلت لا ملهاش لازمه ان شاء الله، يعني ايه هي هتكفي وتبقى حلوه. وادي الاكله بتاعتنا. بصوا مفيش اسهل من كده، تعمليها بصدر فرخه، بحته لحمه، اي حاجه، كبد وقوانص بتاع فراخ، قوانص بس تكون احلى واحلى برضو الموجوده عندك. يعني الغرض من الاكله ديت او من الكلام اللي انا بقوله لكم ده او من الفيديو ده ان احنا في الوقت ده وفي الزمن ده المفروض ست البيت تشغل دماغها تفكر ان الاكله اللي هي بتعملها ديت بدل ما تكفي فردين اتنين، لا تكفي 3 و4، تكفي 5. ما شاء الله. يعني عايزه اقول لكم لما قسمتهم بعد ما فضيتهم في السيرفيس ده وجيت اقسم وودي كل واحد طبقه، ما شاء الله عملوا لي 4 اطباق حلوين كبار محترمين، 4 يعني. فما شاء الله يعني كفوا 4 افراد. النص كيلو لحمه بالكيس المكرونه ما شاء الله يعني بألف هنا وشفا. بس ودي كانت الاكله بتاعتنا. بص شكلها يفرح، والمكرونه حبايه من حبايه، واللحمه طعمها وريحتها تحفه. هوريكم بقى اخر مقطع، كملوا معايا شكل الخبيزه بعد ما استوت. عايزه اقول لكم بقى رحت عشان اجيب الخبيزه اللي انا هتعشى منها بألف هنا وشفا لكل اللي كل منها. مش عايزه اقول لكم اتنسفت، بمعنى اتنسفت. عايزه اقول لكم الخبيزه دي اللي متعود عليها وعارفها هيحبها، ويقول لك دي عندي احلى من اللحمه اللي انا عاملاها دي. قسما بالله احلى من اللحمه واحلى من الفراخ واحلى من الاكلات اللي احنا بنعملها دي. بس اللي عارفها ومتربى عليها ومتعود عليها. لكن اللي ما يعرفهاش الجيل اللي احنا فيه دلوقتي ده ربنا يتولاه بقى، وربنا يعيننا ويقوينا عليهم. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه، ويا رب اكون بفيدكم بكل الفيديوهات اللي بقدمها لكم. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في دعوه حلوه من قلبك ولايك كده للفيديو. ادي حله الخبيزه بصوا ده شكلها حلفت لازم لما رحت اجيب الخبيزه، حلفت لازم ايه اوريكم المقطع ده وشكل الحله بعد ما اتنسفت كده. بألف هنا وشفا لكل اللي كل. بس كده. بس انا خدت يعني قبل ما اوريكم المنظر ده انا كنت خدت. شكرا، السلام عليكم.